مش عارف ليه بتنفجر فجأة على أبسط سبب؟ ده لأن التراكمات مش بتروح لوحدها، بتفضل تتراكم جواك لحد ما تلاقي منفذ. تعال أخدك في ديجافو. في مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد وبريكلي عملوا أبحاث على كبت المشاعر. شوف بقى إيه اللي حصل. أنت لما بتكبت مشاعرك ده مش معناه إن أنت كده اتخلصت منها، لأ، ده جسمك بيخزنها. فضغط الدم عندك بيرتفع، والجسم بيفضل في حالة توتر مستمر من غير ما تحس. فشوية الضحك والابتسامة دي ما بتمسحش الألم، دي بس بتأخره. وفي حاجة تانية عايزك تاخد بالك منها، فرق بين نوعين من الناس. في ناس اللي بتقعد معاهم بيبقوا مبسوطة، هم فعلا مبسوطين. وفي ناس تانية عاملة نفسها مبسوطة وهي من جواها مجهدة. فالأولانيين دولت بيشحنوك، لكن الناس التانية دي بيستنزفوك. بص، هو انت جسمك هيحس بكده حتى لو انت مش واخد بالك. فالتراكمات ديت ما بتروحش لوحدها، انت محتاج تتكلم، محتاج تكتب. وبالنسبة للناس، حاول تمشي مع الناس الحقيقية مش الناس اللي عاملة نفسها حقيقية.